فاكرين سهر الليالي؟ طفرة، نقلة، أحول مسار السينما المصرية. هيبقى ليه دخل في تغيير مسار دراما السينمائية شوية. لا، هو ده الفيلم اللي عملت النجومية الحقيقية. بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية والنجاح الفاحش للكوميديا من بعد ما كانت تصنيف مهان، أي فيلم في السينما اتحول من فيلم مليء بالمطبات من مشاهد ساخنة وقضايا شائكة لأفلام مناسبة من سن 9 ل 99. تفاهة مالك فخور قوي، امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ وده خلى التسعينات تنتهي بانهيار وصعود في نفس الوقت. انهيار تام للشكل القديم للسينما، الجيل الذهبي بقى والقضايا الاجتماعية والدراما العويصة وأي وجود لكلمة للكبار فقط. هو انت فاكراني صغيرة ولا ايه؟ وصعود صاروخي يقدر بهيمنة تامة للأعمال المناسبة للمشاهدة العائلية. شد نفسك، انفخ صدرك. فيلمنا في القناة عن رحلة هنيدي هيوريك اللي حصل بأدق تفاصيله، ولكن النتيجة النهائية هي أكبر عملية تنقيح فنية في تاريخ سينما مصر، بسيطرة كبيرة لتصنيفين بالعدد، الكوميديا والرومانسية. وبرغم ان ده يبان انتقاد، ولكنه بالعكس كان شيء ايجابي جدا، لان الطريقة اللي اتعملت بيها طلعت لنا اكتر اعمال سينمائية تأثيرا في البلد. ولكن حصل فجوة بحجم مجرة في التصنيف اللي راح مع الجيل الذهبي، ما يسمى بالسينما الناضجة، اللي بتتكلم في كلام معقد، كلام ما بيضحكش، كلام كبار. ما تفهمنيش غلط، السينما كانت بتتكلم جد وقتها، وكان فيه افلام اجتماعية عادي، ولكن اللي انا بتكلم عليه نوع معين، النوع اللي ما كانش فيه غيره في التسعينات، اللي مش بيوحيلك، بيوريك. يا مصيبتي، هو اللي يثبت دلوقتي انه اتجوزني؟ النوع اللي ما بيتكسفش شويتين، ده بقى اللي كان فيه فجوة. الفجوة دي اتوجدت لانه كله اتعلم الدروس المستفادة من كارثة التسعينات اللي شرحنا جميع ابعادها في فيلم هنيدي. كان السينما ضاعت خلاص، خلاص باي باي. وده خلى السوق يبتعد كل البعد عن حتى التفكير في فيلم من النوع ده، تروما انتاجية بعيد عنك. لا شغلي، مش انا خلاص توبت وربنا توبت. ولكن بعد سنين من ارقام مهولة لسوق السينما على ظهر افلام شبابية جدا جدا، كوميدي ورومانسي وكوميدي على رومانسي، وبقى في حاجة زي حيطة كده قصاد اي تصنيف تاني انه يطلع للنور. الحيطة دي اسمها السينما العائلية جدا، وكان ايامها بقى عز السينما النظيفة. أيوة. ولكن بما انك بتتفرج على الفيديو ده معناه ان في حاجة حصلت، ابتدى يحصل شرخ في الحيطة دي، الافلام ابتدت يظهر فيها علامات التردي. اذا كانت الكوميديا هتبقى كده السنة دي، فنجري بقى على اي افلام تانية، سهر الليالي، اي حاجات ما هياش كوميدي. الشرخ الصغير ده ادى متنفس قد كده يخلي المنتجين ياخدوا نفس عميق ويفكروا من تاني انهم يعملوا حاجة فيها كلام كبار. وكمان بالنسبة للجمهور، سنين كفاية عدت يخلوا الناس تعوز حاجة كده زي طبق جانبي جديد في السوق، ومن هنا يجي لنا سهر الليالي، الفيلم اللي اتكتب وصاحبه بيقول مستحيل الكلام ده يتوافق عليه. مستحيل يعني مستحيل. حاجة أنا كنت بكتب سهر الليالي ده وأنا متأكد إنه مش هيتعمل، والله العظيم متأكد إنه مش هيتعمل. ولكن الورق الغير عادي ده يروح لشخص غير عادي برضه، المخرج الكبير جدا داود عبد السيد، من بين كل الناس يتهوس بالفيلم ده. قال لي الفيلم ده هيتعمل كده بالظبط، ويروح لشركة لسه طالعة ما بقالهاش سنتين، الشركة العربية لصاحبتها إسعاد يونس. وراح رايح الشركة العربية، جه الفيلم عند حضرتك، وبعد كثير من إقناع شارك فيه كل الناس من الأستاذ داود لحد الموظفين في الشركة العربية. اللي خلى مدام إسعاد تتحمس الفيلم الموظفين اللي هم من دورنا اللي بيشتغلوا في الشركة العربية، المحاسبين اللي بتوع السكرتارية. تبقى التجربة جاهزة على زق، بس يتبقى حاجة متأكد عزيزي إنك ما سألتهاش لنفسك، مين هيمثل الفيلم ده؟ السؤال ده وقتها بقى كان مستحيل تجاوبه بالسهولة اللي انت فاكرها دي، خصوصا بقى ان انت شفت الكاست خلاص. 100% من الممثلين الشباب الموجودين هم نفسهم اللي جم استبدلوا تصنيف الكبار فقط، لا مش استبدلوه، دول هدموه كمان. ناس متصدرة مشهد في الضحك الصارخ والرومانسية العميقة والأعمال العائلية، يطلب منهم يعملوا عمل لا يعبر عن أي شيء بقالهم 3-4 سنين بحالهم بيعملوه وتعبانين فيه كل التعب. بالبلدي مفيش حد هيمثل الفيلم ده بالساهل، إلا بقى لو قررت تعمل تجربة جوه التجربة. وده اللي حصل، إعادة اكتشاف نجوم السوق من أول وجديد ودفعة واحدة، 8 أدوار. وبشكل ما تم تشكيل فريق العمل اللي انتوا شايفينه ده، ولكن كان في أزمة تانية في تفصيلة صغيرة تانية. الفيلم ابتدى في 2001 وخلص على 2003. في السنتين 3 دول الفيلم تقريبا واخد أغلبية المتاحين من السوق، 8 أسماء بحالهم عليهم ضغط وأوردرات شغل ما بتخلصش. ده خلى اللي يتعمل في شهر ياخد 3 و4 عشان جداول الممثلين دول ما فيهمش خرم إبرة فاضي، لأنك تصور كام يوم وتعطل، أصل فلان ما أنت معاك كمان 8 ممثلين قايمة عليهم السينما. يعني مثلا في نفس سنة سهر الليالي في العيد، أحمد حلمي كان عمل أول بطولة ليه في ميدو مشاكل. ومين ما يحبش مصر؟
مصر دي امي. حنان تركي كانت عامله حراميه في تايلاند في نفس السنه برضه، ده غير ان قبلها جه انا بيان التالي، واحد من اهم افلام الكوميديا في السنتين دول. صحه وعافيه يا ماما. منى زكي كانت عامله مافيا وقبلها افريكانو. لو ده هيثبت لك انك ايه؟ ده غير شغلهم في المسرح الكوميدي في عفروتو وطرائيع وكده اوكي وحكيم عيون. الكاست كان في حته تانية خالص، وصورتهم في اذهان الناس في ابعد نقطه ممكنه عن سهر الليالي. انا فاكر ان كانت اهم نقطه مبيعات للفيلم انك هتشوف احمد حلمي بيمثل بجد، يعني كانت حاجه بتتخيل هتبقى عامله ازاي. فده نفس الشخص اللي عمل عبود على الحدود وعاطف وميدو مشاكل وعالم عيال عيال غير طبلة ولا اي حاجه، او ما انا ممكن اطبل لك يعني. وما شفناهوش في اي حاجه تانية من نوع تاني، ممكن بدرجه اقل بكتير في السلم والتعبان، بس مش بالشكل ده خالص. احمد ربنا ان انت لسه في حد بيحبك وبتحبه. فيا ترى جد احمد حلمي ده بيبقى عامل ازاي؟ ده بالنسبه لي هيبقى ليه علامه تانية عندي انه ممكن ابقى بعمل حاجه غير الكوميدي كمان، وهنبقى نشوف النتيجه بعدين. وبالمناسبه احمد حلمي كان بديل الاتنين مره واحده لهاني سلامه، اللي تزامن تصوير سهر الليالي مع نداء الوطن. بعدين هاني وقتها دخل الجيش، وهاني جيشه كان صعب جدا ومعقر كده، راح حلايب وشلاتين وبتاع معرفش ايه. وطارق لطفي اللي اعتبروه مسكاست واستبعدوه. فجاه قالوا لا، يعني لازم نغير طارق ويجيب حد تاني كوميديان، فجابوا تالي احمد حلمي. فمتخيل الماركتينج، شوف كل بتوع الكوميديا والرومانسيه الخفيفه فعمل للكبار فقط. خرميات ونزوات حاجه تقرف. الكاستنج كان اختيار رائع لكل دور، مش بس الاسباب الدعايه ولانك هتعيد اكتشاف نجوم، ولكن عشان كان في حاله سلسه جدا ما بين الشخصيات، محدش حسسك بانه في المكان الغلط. ودي طبعا مفاجاه كبيره لجمهور 2003 اللي خلت الفيلم يبقى له طعم تاني خالص. بس انت اتعديت من ريدي دي فعلا يا عمرو. ده خلى سهر الليالي مثال للتجديد. مين كان يصدق ان العوده لفورمات التسعينات يبقى تجديد ثوري بعد كام سنه؟ يا على البني ادم ياه. كنا قلنا في فيديو هنيدي ان كل 10 سنين على الشعره بيحصل تغيير اجتماعي جذري من جيل لجيل. كل شويه جيل جديد لازم يدخل باللغه بتاعته، بالمفردات بتاعته، بكل التفاصيل بتاعته. ابجريد مستمر عايشاه الانسانيه، احيانا بيبقى لمصلحتها واحيانا بقى الفيلم ده من النوع ده. سهر الليالي زي ما قلنا، سهر الليالي بيتكلم كلام كبار، مش بس بالمعنى اياه بتاع المشاهد اياها، بس بالمعنى الحرفي. فهو نظرة على الجيل اللي بيكبر، الجيل اللي كان في ال20 سنة 90 وبقى 30 سنة 2000. وهي الفكره جات لي من كده، فجاه لقيت الناس بيتكلموا في نوع مشاكل. شريف حتى عنده جمله في الفيلم كده بيقول احنا بنكبر ولا ايه؟ احنا بنكبر ولا ايه؟ الجيل اللي كان مش همه حاجه خالص ده حصل له ايه نتيجه كل اللي عمله زمان على علاقاته دلوقتي، وايه اللي الالفيه الجديده غيرته فيهم. اذا كنت هتقعد في البيت قدام الكمبيوتر يبقى اخرج احسن. وكل ده من منظور اهم جانب من حياتنا كبشر، العلاقات العاطفيه والجواز. عارف انا سامح، انت ايه مشكلتك؟ انك خايف من الجواز. الفيلم بقى في المضمون عمل هزه جامده، لانه كان اول نظره سينمائيه عن العلاقات المودرن وجوازات الالفينات. ممكن يكون من وفره الاعمال دي دلوقتي مش هتتخيل انها كانت فكره جديده من نوعها. يعني سهر الليالي كانت البدايه الفعليه للتصنيف ده في البلد. يعني هو كان مرحله انتقاليه، كلهم عملوا حاجه مختلفه، الناس شافته بشكل مختلف. سهر الليالي تناول العلاقات بشكل غير تعامل السينما الاعتيادي تماما، وحطه في شكل صدامي وواقعي وشامل اكتر بكتير من استنباط زمان. ايه البيئه اللي انت فيها دي؟ بيئه؟ هو الشاي بقى بيئه؟ وبجمله التجارب بقى في طبقه ثالثه من التجربه في الفيلم ده، ان دي اول مره العلاقات يتم نقاشها في قالب ابعد ما يكون عن الرومانسيه. هتقرا هنا وهناك عن الفيلم هتلاقيه تحت تصنيف الرومانسيه، ودي تبقى اكبر نكته قائمه بذاتها، لان سهر الليالي هو تضاد الرومانسيه، نظره عن فشل وانهيار كل معاني الرومانسيه. تقدر تعتبره انتي رومانس لو هنخترع له تصنيف. يعني كفايه كدب بقى، كفايه. كل العلاقات خربانه خراب ملطه. فتحي عبد الوهاب بيخون مراته اللي قرفت منه عشان دمه بيجري فيه، كور بيضة وحمرة ونسوان. احمد حلمي متداس على وشه من مراته حنان تركي اللي مش طايقاه وبتحب صاحبه ده ما علشان علي حبيب القلب القديم قاعد. صاحبه ده بقى يبقى خالد ابو النجا، فاغرب جوازه ممكن تشوفها. وفوق كل ده مراته جيهان فاضل بتخونه على ظهر حصان مع بني ادم ظهر في حياتها من بتاع 3 ساعات مثلا. عمرك عملتي سفاري قبل كده؟ على الاقل كل دول تقدر تشرح اللي بيحصل فيهم. شريف منير وعلا غانم بقى في علاقه هم نفسهم مش عارفين يشرحوها. لو بتحبني كنت قبلتني زي ما انا، وانت كمان مش قابلاني زي ما انا. لو دي الرومانسيه الواحد المفروض يعتزل الحياه. الموسيقى التصويريه كانت لهشام نزيه. بالمناسبه هشام نزيه كانوا جايبينه مخصوص عشان يعمل دي. يلا كباري ونواري يا ملك
لك يا بنتي خالد يا بنتي بيري. انا مش عارف اتخيل جابوها له ازاي. هشام هو وقتها بيقول حسيت بمهانه جدا يعني، فاعتذر هشام في الاول. موسيقى هشام نزيه كانت ملحمه من الحزن والأذى عشان تكمل الصوره المضلمه دي. وبرغم ان الصورة مظلمة نفسيا، ولكن صورة الفيلم حاجة تانية. الشركة العربية لإسعاد يونس كانت في أوائل سنين عملها، واهتمامها بالصورة وجودتها في كل أفلامها كان هو اللي بيميزها عن بقية السوق. كان من شروط الشركة العربية انه لازم الافلام كلها يحصل لها ديفلوبمنت بره بالظبط لحد ما نعمل معمل في مصر. سهر الليالي يبقى طبقات مركبة من التجارب. نعد كده: فيلم ناضج في وسط بحر السينما العيلة، إعادة اكتشاف كل مواهب الكوميديا والرومانسية في فيلم للكبار فقط، وطرح غير رومانسي للعلاقات الرومانسية بأعنف الطرق الممكنة. اضرب في الخلاط يطلع لك تجربة يا إما تطلع السما يا إما تنزل 7 أرض. وفي حالة سهر الليالي طلعت السما. الفيلم حقق نجاح على كل صعيد ممكن، نجاح كبير جدا على مستوى مش بس المشاهدة، النقد والاهتمام. شباك التذاكر وصل 10 مليون جنيه وخد مركز رابع في سباق الصيف، وكل ده تحت التصنيف البائد للكبار فقط. يعني العائلات رسميا مطرودة من دخول الفيلم قانونيا مش مجرد ذوقيا، فده يعتبر رقم ولا في الأحلام ولا يصدقه عقل بشري في وقت العيلة هي اللي بتحكم شباك التذاكر، لأن كان وقتها عز السينما النظيفة واحنا سينما مش نظيفة بالمرة. النقاد غرقوا الجرايد حمد وشكرانية في هذا العمل الجريء الصدامي في وسط أعمال ما كانتش عاجباهم إطلاقا. فتخيل رأي النقاد عن الليمبي والتجربة الدنماركية والنوعية اللي كانوا بيعاملوها إنها قمة الإسفاف. سهر الليالي كان بالنسبة لهم إنقاذ للسينما المصرية الجادة، وفوق كل ده الدولة نفسها قدرته جدا. مصر وبشكل رسمي قدمته يمثلنا بجائزة الأوسكار، والفيلم وصل لمرحلة الشورت ليستنج، ولكن زي ما كلنا عارفين إنه خرج للأسف. ولكن دي كانت أول مرة نوصل لمرحلة متقدمة بالشكل ده في ترشيحات الأوسكارز. الفيلم كان بيناقش فشل وانحطاط، ولكن عمل كده بأنجح وأرفع الطرق الممكنة. فهو عرف يوصل كل رسايله من غير ما يكسر القاعدة الذهبية اللي اتعلمناها في اللي حصل مع كمانانا: ما تتفردش على الجمهور. السهل الممتنع يكسبك أكتر بكتير من الفلسفة والتقعير. في الجنينة. وده راجع لطبقة رابعة من التجربة أنا خبيتها عليك من شوية. بحب أنا أخبي عليك شوية حاجات. الفيلم كان كتابة وإخراج الاتنين محدش سمع عنهم قبل كده، ونزل فيلم كده لمؤلف مش معروف ومخرج مش معروف. مين دول؟ وازاي عاملين فيلم حلو كده؟ سواء المؤلف تامر حبيب أو المخرج هاني خليفة، واللي أخرج الفيلم إخراج مذهل ومتقن. ويمكن ده يرجع لسنين العمل كمساعد مخرج من منتصف التسعينات. حضرتك مش شايف ان مسابقه من النوع ده بتدعو لإحلال الإشباع المادي بدلا من الإشباع الروحي؟ ولكن هاني خليفة بعد سهر الليالي هيقعد شوية بدون أعمال، شوية أقصد 8 سنين. سهر الليالي نجاحه كان لعنة على هذا المخرج الرائع. واتصور مثلا ان هاني بعد سهر الليالي وقع في مشكله هو اللي خدمني مش عارف اخرج منه، لان بعد المستوى ده من النجاح الخوف سهل جدا يتملكك. اصل اعمل ايه اكتر من اللي انا اوريدي عملته؟ هل انا اصلا قادر على ان انا اعمل اعلى من كده؟ لحد مسلسل الجامعة في 2011. ومن ساعتها هيبقى مخرج مرموق جدا في سوق السينما والدراما في مصر، ومستمر لحد النهارده. اللعنه دي نفسها طردت تامر حبيب برغم انه لم يتوقف عن العمل اطلاقا، ولكن كان دايما يقال تامر حبيب مؤلف سهر الليالي. وعشان كده تامر حبيب خد بنصيحه الراحل وحيد حامد، اللي كانت نصيحه غريبه جدا ولكن منقذه. فجي استاذ وحيد احمد اهلي كده قال لي تعالى، ليه بقول لك ايه؟ قال لي طز في سهر الليالي. احنا اتكلمنا عن تامر حبيب بالتفصيل قبل كده في فيديو جراند اوتيل، وده يبقى واحد من اجمل الفيديوهات اللي اشتغلنا عليها ومحدش فيكم شافها. مع ان الطعمية تجنن وسخنة وبسمسم. بعد ما اتخرج من المعهد وقعد 3 سنين بدون حظ، وبعد تجارب اتعملت عشان ترضي السوق وفي الاخر ما شافتش النور. فيلم وقف قبل ما صور ب5 ايام، وقف للابد. بقيت محبط جدا. السيناريو اللي ينجح من كل ده يبقى الوحيد اللي اتكتب لغرض الكتابة وليس العرض التجاري، بل مستحيل العرض التجاري. ده يفسر لك ازاي الفيلم اصلا طلع، ازاي كل ده عدى، خصوصا في اعلى نقطة للسينما العائلية، لان تامر حبيب كتب بقلم حر وتحسه كان بيعند مع الوضع السائد. بس الناس مش هتحب الممثلة تكون ما تحبهاش، انا بقى ما ان شاء الله مع انهم مهما حبيتها. وده السبب الرئيسي في الاحساس العام للفيلم، unfiltered، مش متفلتر لا في الافكار ولا في التنفيذ. من حلاوته سابوه زي ما هو. نزل منه كام في المية من اللي انت كتبته؟
100%. ودي من اللحظات القليلة في السينما المصرية اللي تقدر تشوف نوعية الأعمال اللي بتطلع والكاتب مش حاطط في دماغه أي اعتبارات. عامل حساب رقابة ولا عامل حساب ممثل هيقولوا ولا لا، وانت فعلا بتكتبه لمتعتك الشخصية. سهر الليالي حتى نهايته ممكن تكون واحدة من أصيع النهايات اللي في السينما المصرية، تقريبا ده أدق وصف ليها، لأنها ادت للجمهور حتة بص العصفورة بأنها تديك أخيرا نفحة رومانسية مباشرة بعد سيل من اللا رومانسية والعنف النفسي اللي متعرض له كل الكابلز دول. رقصة سلو على واحدة من أجمل أغاني فيروز. شو كانت حلوة الليالي. نور خافت وهدوء، كل ده يديك لحظة من الأمان والصلح لحد ما تعلى المزيكا والنور يضرب في عينيك عشان تشوف كل حاجة على حقيقتها. الأنتي رومانس لسه موجود لآخر ثانية، وانسى الدقيقة اللي انت عشتها دي خالص. دي لسه بتلاغي رجل الأعمال، وده لسه فلاتي، ودي لسه لابسة عقد الواد بتاع الخيل، ودي لسه مش ناسية، وده لسه هيتبهدل. وتطلع الكاميرا في اوفر هيد شوت توريك وهم بيلفوا مكانهم محلك سر في دوامة تدوخ. في تفاني تام ان الفيلم يبقى انتي رومانس وموجع لاخر ثانيه، حتى في اكتر مشاهده فرحه صاخبه. عارفين اجابات الانترفيوهات الجاهزه بتاعت افضل مميزاتي هي اسوأ عيوبي؟ Yes. Very good. ده ينطبق نصا على سهر الليالي. فمميزات الفيلم في عين محبيه انه عمل طرح جريء صدامي غير عابئ بمقص الرقابه او الحدود المجتمعيه، وكمان اظهر ملفات زي الخيانه والشهوه وتعدد العلاقات بشكل غير مفلتر. انما بقى عيوب الفيلم في عينين منتقديه انه عمل طرح جريء صدامي غير عابئ بمقص الرقابه والحدود المجتمعيه، واظهر ملفات زي الخيانه والشهوه وتعدد العلاقات بشكل غير مفلتر. والله نفس المعنى، ايش هذا؟ فنفس كلام منتقديه هو نفس كلام محبيه، وبرغم كل ده الكل شافه، والجدل ده كان بمثابة دعاية لمصلحته وسواء مع أو ضد. فهي تجربة فريدة من نوعها جدا، وعشان كده الفيلم عايش لدلوقتي وليه حكاية تتحكي، حكاية فعلا حلوة. ولأن صعب تلاقي حكاية حلوة من غير حتة مرة، هيجي بعد 21 سنة تقريبا حكاية ظهرت على السطح في غاية الريبة وعلامات الاستفهام. من غرابتها لازم نحكيها. الدور ده الفنان أحمد هارون كان أول دور ليه على الإطلاق، بس حصل حاجات في الدور ده مش معتادة. المشاهد الخاصة بتاعت النجم أحمد هارون ده مش صوته. ليه جابوا عمرو واكد يعمل دور صوتك؟ دي ممكن تكون أغرب تفاصيل سمعتها في حياتي عن دور في فيلم مصري. اتشال صوتي واتقال اسمي غلط في التتر. فكرة إن احنا قدامنا حلم فنان شاب في أول 4 مشاهد ليه على الإطلاق تكون دي تجربته، بالتأكيد نقدر نوصفها بتجربة مريرة للغاية. انا قفلت معاه وانا بقطع الدعوه وسبتها على باب الشركه ومشيت، انا ما رحتش العرض الخاص. شيء جميل ان احمد هارون لقى حظه لاحقا. انا احمد هارون. احمد هارون. ولكن بجانب هذه القصة الحزينة في الكثير من الأخبار الحلوة. فاكرين الممثلين اللي كنا خايفين عليهم؟ رصيدهم عالي جدا في التمثيل، الناس خدتهم بجدية، وكان في إشادة بموهبتهم اللي ما كانتش واخدة حقها قوي في التصنيفات الخفيفة اللي ممكن تكون بتحصر الممثل في شكل معين ومش بتخليه يعرف يستعرض عضلاته بالشكل اللي سهر الليالي أتاحه. بالأخص أحمد حلمي اللي زي ما قلت الناس كانت مترقبة جدا دوره بجد، والإجابة كانت مرضية للغاية برغم وجود ضعف مقارنة بباقي الأدوار اللي كانت متمرسة جدا جدا، زي منى زكي وحنان ترك وعلا غانم وشريف منير وفتحي عبد الوهاب. حتى خالد أبو النجا وجيهان فاضل كانوا في أفضل أدائهم. مصلحتي إني بحبك وعايز أبقى معاكي. ده خلى سهل تشوف الفرق في ثقل الأداء ما بين الأسماء دي وأحمد حلمي. مش قادرة تحس إن ده ممكن يكون بيجرحني. ولكن على أحمد حلمي اللي كل اللي متعودين عليه منه هي الكوميديا الصرف، الناس اتبسطت جدا. الفيلم أثر في الثقافة العامة تأثير ممتد للغاية. لو أنت صغير في السن وعمرك ما شفت الفيلم أو سألت نفسك ليه كل فرح رحته في حياتك دايما ينتهي بالحتة دي، ده بسبب مشهد النهاية إياه اللي اتكلمنا عليه. فمش هينفع ننكر إن مهما كان المشهد في باطنه غامق فظاهريا هو سعيد جدا. والرقصة دي وأغنية فيروز عملت حالة غير طبيعية في الشارع امتدت لكل أفراح مصر واستمرت 23 سنة. ده رقم مهول. سنة ورا سنة كام مليون فرح اتعمل، وكام مليون مرة الأغنية دي اشتغلت عشان بس الفيلم اللي اتعمل في 2003.
الحاجات دي هي اللي بتخلي السينما سحر، تجربة مستحيلة وسيناريو ما كانش هيشوف النور، 8 مواهب عملوا أقصى ما عندهم، تغيير شكل الدراما الاجتماعية في السينما المصرية، بصمة في كل فرح جديد، كل ده من فيلم واحد لا ينسى وكان يستحق جدا الكلام عنه. لو عجبك المحتوى ما تنساش الاشتراك، لأنه أكبر دعم لينا إننا نستمر ونكمل. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي أحلى. أراكم على خير.